حاجات مهمه جدا جدا جدا، خلي بالكم النهارده. معلقه زيت الزيتون اللي على عسل النحل دي، حصل في امريكا حاجه غريبه قوي، ان في زي الاخ اللي سالني دلوقتي عن مرض السكر، سالته ان الوالدين عندهم سكر؟ مفيش. طب ده جاله سكر ازاي؟ هل جاله سكر كده all of sudden فجأة؟ لا. هو بيأتي ازاي؟ وجدوا ان 10 في الألف، 10 أطفال في كل 1000 طفل في أمريكا يصابوا بالسكر، رغم ان الوالدين الأصول ما عندهمش سكر. يجيبوا الكروموسوم رقم 16 في الذراع القصيرة على الموقع رقم 8، ويحللوا الدي ار او الدي كيو، يلقوا الدي ار ما فيش والدي كيو ما فيش، يبقى معنى ذلك الوالدين ما عندهمش اصول سكر. ايه اللي خلى طفل من بين الاطفال، يعني 5 اخوات، واحد فيهم بيصاب بالسكر؟ ليه؟ وجدوا ان ده بيصاب باللوز، واللوز بقى بتحصل فيها التهاب ويحصل له سخونه، بيودوا له طبعا للطبيب، يدي له ميديكيشن، الميديكيشن عباره عن مضاد حيوي وخافض للحراره وما الى غير ذلك. طيب الامر هنا لقوا بعد كده ان عدد كبير جدا من الاطفال اللي بيصابوا باللوز وتتكرر العمليه معاهم، لقوهم ديفلوب دايابيتس، يعني بيتطور الامر الى مرض السكر اللي هو غير وراثي، مفيش وراثه فيه. وجدوه 10 في الألف في امريكا. فوجدوا بالتحليل وباخذ مسحه، بيعملوا سواب مسحه للزور وياخدوها يحللوها، لقوا في فيروس اسمه كوكزاكي فيروس. يا اخوانا انا بتكلم الكلام ده في منتهى الاهميه للامهات، عشان اطفالنا دي حاجه في منتهى الاهميه اللي انا بتكلم فيها دلوقتي. اي بيتكرر اللوز عند الطفل عندك، يبقى في هذه الحاله جنب الميديكيشن اللي بيديها الطبيب، اللي هي مضاد الحيوي خافض للحراره وما الى غير ذلك، والكمادات اللي انت بتعمليها وما الى غير ذلك، في حاجه مهمه جدا، لابد انك تحطي نقط من زيت الزيتون على عصير، نقط على ميه بالسكر، نقط على ميه بالعسل، مرتين في اليوم. لان مشكله الكوكزاكي فيروس ده التركيب الجيني بتاعه، الجينيتك كود، الشهاد الوراثي بتاعه زي خلايا بيتا سيل في البنكرياس، نفس التركيب الجيني، نفس التركيب الارشاد الوراثي بتاعه. فالفيروس بيموت نفسه، البرودكت بتاعته، المكونات بتاعته او الاوت برودكت بتاعته هي اللي بتقطع الضفيره الوراثيه بتاعته. فلما بتتقطع الضفيره الوراثيه، ايه اللي بيحصل؟ المواد دي تليف خلايا البنكرياس في ظهر السكر. فوجدوا ان مفيش حاجه تقضي على الكوكزاكي فيروس اللي بيجي في زور الاطفال الا زيت الزيتون. لما نشروها في امريكا نزلت ال10 اطفال في الألف الى 1 في الألف، لان هم عندهم الوعي الصحي. انا كده بشحت الامهات للكلام ده في منتهى الاهميه، الكلام اللي انا بقوله. معنا مين يا فندم؟